في واحد صاحبي سألني، هو بيشجع ريال مدريد وكده. قال لي انت بتشجع برشلونة، خليك في ريال مدريد كده، ابطال ودوري ابطال واقوى نادي في اوروبا ومش عارف ايه. فرديت عليه قلت له برشلونة لما بتلعب بتحس كده بحاجة روعة. يعني التيكي تاكا هو اللي اخترعها، نادي برشلونة اللي اخترعها. كان من نيستا لتشافي بوسكيتس نيمار ميسي رونالدينيو. كانت لعيبة عمالقة راحت برشلونة. يعني بعد ما مشي انيستا وبعديه تشافي ونيمار وميسي واخرهم سواريز، كان الشغف قل شوية. كان عندي اصرار، يعني يقين ان برشلونه دي هتعود وترجع لنا يعني ايه لعيبه من طراز عالي. يعني عندك مثلا مش نيستا، جالك بدري، مش تشافي، جالك جافي. لما ما ننساش برضو تشافي لما نزل كاسادو وكوبارسي ونزل يعني لعيبه، لامين يامال ولعيبه كانت من الاكاديميه بتاعت برشلونه، لعيبه من طراز عالي. ما لما تشوف برشلونه بتتفرج على لعب، بتتمتع بمباراه كده يعني مش غريب عليك، لان برشلونه معروفه بالمهاره ومعروفه بالمراوغه ومعروفه ان انا ما مش بختار اللي هو الجسم العالي، او مش بختار السرعه اللي هي تعدينا، او في الهجمه المرتده تنفعنا زي ريال مدريد. ريال مدريد كان من افضل الحاجه اللي هو بيستخدمها اللي هي السرعه. اختار فينيسيوس، اختار مبابي ان هو سريع، ينفعك في الهجمه المرتده. انما احنا ما بنفكرش في هجمه مرتده، ما بنفكرش في ضربات جزاء، مش في بالنا. تفكر ان مثلا اللعب هتلاقي عندك بلدي بيلعب، كوندي. هتلاقي العيال مش معنى ان هي مدافعين، لا بتلعب وبتدي اسيستات وبتشعر بفرحه. انا يعني والله العظيم انا بستمتع من لعب برشلونه بصراحه، لان برشلونه من النادر ان هي تطلع لك حتى لو اتهزم برضه بتستمتع بالمباراه، بتشوف المباراه يعني. لابورتا من افضل القرارات اللي خدها ان هو فكر في هانز فليك. هانز فليك اخترع لك حته كده بتاعه الدفاع المتقدم ده. لما شفت مباراه بايرن وكين سجل هدف مبكر يعني بدري على اللعب، فانا قلت انا ليه بقى كده هنبتدي. انا مصدقني برشلونه اتظبط شويه، واكتشفت ان الهدف اوفسايد. طب والله قلت كويس. لما برشلونه لعبت وتيكي تاكا واسيستات ولامين يامال وروعه لامين يامال ورافينيا اللي هو كان الموسم اللي فات كان بسم الله ما شاء الله، يعني ولا حول ولا قوه. يعني قاعد مع نفسه كده وقال لك لا انا هتغير، وفعلا اتغير، اتحول لنسخه نيمار ورونالدينيو في نفس الوقت. رافينيا عندك بدري، انا بستمتع بلعب بدري، بستمتع. جافي ده مقاتل في الملعب، فكرني بتشافي. بوسكيتس يعني في حته من اولمو بصراحه في نص الملعب، يعني صفقه كنت هزعل وناس كتيره كانت هتزعل ان هو يمشي من برشلونه. لما بتشوف اللعب وشفت بايرن لما فزت عليها 4-0، استمتعت المباراة. مش استمتعت ان انا فايز، لا والله انا استمتعت باللعب نفسه، باللعب ان انا عرفت الفرق الكبيرة اللي زي دي. هانز فليك اخترع لها يعني كورة يعني جميلة. انا كنت بستمتع، كلنا كنا بنستمتع، حتى لو اتهزمت انا ما كنتش هزعل، لان اللعب فعلا. لما تختار بتبص لمباراة ريال مدريد قال لك لا يعني العيال دي سريعة، وانا مش هعرف اجاريها في السرعة. يعني مبابي عندك سريع، فمش هعرف اجاريه. لا، في فكرة افكرها له ان انا ايه، اخوفه من الاوفسايد فعلا، وخوفه وفزنا في الذهاب في الدوري الاسباني 4-0. وطبعا كانت صدمة لريال مدريد، وان هم كانوا متوقعين لا احنا بندي برشلونة بالثلاثات والاربعات ومش عارف ايه. والموسم اللي فات بتاع السوبر الاسباني لما لعبونا وكسبونا يعني. لما في الدوري في السوبر الاسباني اللي حصل بتاع السعوديه في استاد الجوهره، انا كنت هلعب وانا مطمن. ليه؟ لان مبابي كان خايف يتقدم، لان هو خايف الاوفسايد، خايف يوقف الاوفسايد زي المره اللي فاتت. بتشوف اللعب، كوندي بيعمل اسيستات من نص الملعب. بدري لما يمسك الكوره انا عايز ابطئ الفيديو. يعني بدر ده لما يمسك الكرة، لما الكرة تلمسه كده، عايز ابطئ الفيديو عشان اشوفه بيعمل ايه، اشوف الرسمة اللي هو بيعملها. جافي يعني اي لعيب، سيبك من ان هو مثلا عصب او الكلام ده، لا. اي لعيب يحطه يعني يحطه في جيبه كده وهو مرتاح.
عندك رافينيا ده يعني اتحول مش 180، اتحول مليون درجة للموسم اللي فات، من الموسم اللي فات. طبعا كوبارسي بسم الله ما شاء الله يعني، بسم الله عليه يعني. اراوخو، مارتينيز اللي كنا خلاص يعني انا ما كنتش اعرفه اصلا في النادي، ما كنا عايزينه يمشي، يقول لك مشي اللعيبه دي يا عم، احنا ماناش مش عايزينها. الفريق برشلونه اتحول يعني من راجل، لما الناس ضحكت عليه في جماهير ريال مدريد، في جماهير ريال مدريد ضحكت على لابورتا لما احتفل بالكاس، قال لك محروم. هو مش محروم يا جدعان، الراجل ده مستلم النادي وهو عنده ديون ومش عارف يشتري صفقات، كان بيصطاد اللعيبه اللي هي ايه، اللي هي مجانيه. جاب تشيزني كان قاعد في البيت، قال له تعالى. لا، تشيزني بيدخن، قال لك مش مهم يا عم، تعالى انا ما عنديش لعيبه، انت كده كده عندك خبره وهتنفعني. بالفعل تشيزني عمل مباراه روعه. فاللي يقول لي انت بتشجع برشلونه ليه، اقول له بص هات الملخص، ملخص كل مباراه لبرشلونه قدام الفرق الكبيره واتفرج، بس عايزك تتفرج بدماغك وتفكر يعني الفريق ده بيلعب ازاي. ما تفكرش في الهجمات المرتده والسرعه، ومش مهم ان انا افوز بضربات جزاء او الكلام ده. خليت فينيسيوس ما كانش باين ولا ظاهر ولا حول ولا قوه مع راوخو وجافي وكوندي، لعيبه كانت يعني. يعني انا مش مصدوم من الاداء ده بصراحه، انا فرحان. يعني اي واحد مشجع برشلونة هيفهم كلامي ده بصراحة. برشلونة من الأندية اللي هي مش عارف اوصف لك، والله ما عارف اوصف لك من التعويض اللي هي بتعمله يعني. انيستا مشي بدري، جافي، كاسادو، بعد كده باو فيكتور اللي هو كان، بس هو ما نزلش. اولمو اللي انا ما اتفاجئتش منه لما كنا محتاجين نيكو ويليامز، قال لك خلاص نيكو ويليامز ولامين يامال هيعملوا ومش هيعملوا. رافينيا كان عنده رأي تاني، رافينيا كان بيبص لناحية تانية خالص، قال لك سيبك من نيكو ويليامز ده، خليه كده مع نفسه في بلباو واتفرجوا عليا، انا هفرجكم على موسم انت هتتفاجئوا. وفعلا احنا متفاجئين، والناس كلها ده الجماهير المضادة اللي هي مش بتشجعش برشلونة بيقول لك ايه يا عم اللي حصل ده، نسخة هيدي اللي بيلعب بيها رافينيا. رافينيا حاليا من افضل اللعيبة اللي في العالم، من افضل الاجنحة في العالم، من سرعة، من مهارة، من استلام، من اسيستات. ان هو ليفاندوفسكي اللي يقول لك مثلا ملوش لازمه في راس الحرب، لا، ليفاندوفسكي بيخلي يعني ايه، انا راس حربه صريحه اهو، اسحب اسحب معايا المدافع. رودريجر ده ما كانش، كان عايز يمسك، ما يعرفش يعمل حاجه، مسك ما ليفاندوفسكي ما فهمش. ليفاندوفسكي رجع لورا وخلى الاجنحه تتقدم لقدام في الماتش الاخير. كنت دايما تشوف ليفاندوفسكي متاخر، بقول يا عم متاخر ليه، ما تخش بقى، ما تخش اعمل اي حاجه. لا، هو ليه دور فعلا ان انا اسحب قلب الدفاع واعمل ضجه ويتقدم بالدي ويتقدم لافينيا ويتقدم كوندي، بس انا هسحب لي مدافع، هيبقى 3 مدافعين او مدافع قلب واحد واتنين باك. فانا هعمل يعني جدعان، كل لاعب في برشلونه ليه دور. بس اللي انا عايز اوصله لك يا صاحبي ان برشلونه بتديك طعم الكورة، بتتفرج على كورة، بتخليك تحب الكورة، تيكي تاكا واسيستات انا مش عايز القاب، انا عايز اتمتع، انا عايز اتمتع، عايز اتمتع بالاهداف، عايز اتمتع باللمسات، عايز اتمتع بالمهارات. لما مهارة كان بيختار اللعيبة اللي هي مهارية، مش بيحب اللعيبة اللي مثلا يعني لعيبة كده وخلاص ان هو سريع بس بدون مهارة، لعيب شايف نفسه بتاع مشاكل، لا، كان يختار نيمار. انا عن نفسي انا بعشق نيمار، من لعب نيمار ومن يعني لما مشي من برشلونة بصراحة زعلت يعني، بس ما شلتش منه، انا زعلت ان هو جري ورا الفلوس وكان تحت راية ميسي برضه، وما كانش هيظهر لان ميسي كان لحد الان واخد الانظار، واخد الاعلام كله معاه ومتجه. انما كان عايز يعمل له اسم، بس هو اختار النادي الغلط، واختار الدوري الغلط في الغلط. يعني الدوري الفرنسي ده عامل زي الدوري المصري، ما فيهوش غير باريس سان جيرمان هو اللي بيلعب، باقي الانديه كلها عم تخبط في بعضيها.
فهو اختار النادي الغلط، ما علينا. المهم خلينا في برشلونة، خلينا في الحب يالا، خلينا في الحب كده والعشق. لما تتفرج كده، انا بستنى ماتش برشلونة، تمام، عشان اتفرج، ما بفكرش في النتيجة. انا يهمني الفوز، بس ما بفكرش في النتيجة. بفكر في اللعب الحلو، بفكر لامين هيعمل ايه، رافينيا هيعمل ايه، بدري هيعمل ايه، جافا هيعمل ايه. وفي لعيبة كتير ما ظهرتش والله، وفي لسه هيظهر ان شاء الله لعيبة كتير. واتفرج على مهارات ومراوغات واسيستات ولمسات وروعات ومقاتلين. يا مدريدي ما تفكرش معايا، وما دام خرجت في فريقك خليك في الالقاب اللي انت عايزها. ما تخسرش لقب من برشلونة تقول لا يا عم احنا كده كده عندنا كتير زي ولا بلاش. تمام. اي اهلاوي، معظم الاهلاويه انا يعني قليل جدا لما الاقي اهلاوي بيشجع ريال مدريد. اه والله، يعني قليل جدا. كل الزملكاويه تلاقيهم بيشجعوا الريال. الاهلاويه دايما بيشجعوا برشلونه. سبحان الله ليه. سلام.